زيزو ابو 100 مليون ضيع الفرصه دي وضيع علينا انتصار مهم قدام انجولا. تخيل معايا ان بعض الصفحات الرياضيه ركزت على الفرصه دي واكنها هي الحاجه الوحيده اللي كانت سلبيه في المباراه. يا جماعه احنا اتاهلنا للدور ال 16 واللعيبه كانت نازله في المباراه الاخيره قدام انجولا، كانت اللعيبه الاحتياط، وزيزو تصرف في الكوره دي غلط، لكن مش هو السبب يعني. خلاص هو تصرف غلط في الكوره وبتحصل مع اكبر اللعيبه في العالم. كريستيانو وميسي ممكن تشوف ليهم مقاطع في فرص ضاعت هتقول استحاله يكونوا هم كانوا مركزين في حاجه زي كده، بس بتحصل، لاعب الكوره بيغلط. وزيزو غلط في كوره زي دي وخد قرار غلط. خلاص الصفحات الرياضيه كلها ركزت مع اللقطه دي. انا افهم ان جماهير الزمالك ليه بتعمل كده، مفهومه، لكن الصفحات الاهلاويه وبعض الناس اليوتيوبرز الاهلاويه بيتكلموا على اللقطه دي وابو 100 مليون ومش عارف ايه، ملهاش داعي. فكره انك تدمر اللاعب بتاعك نفسيا، طب ما هو هيرجع لك تاني بعد البطوله. زيزو هيرجع تاني النادي الاهلي واحنا هنبدا نشجع النادي الاهلي تاني بقى لما الاهلي يبدا في مشاركاته تاني. هتبدا تشجعه، هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ ما انت انتقدت اللاعب ودمرته نفسيا. طيب وبنرجع نلوم الصفحات ان هي بتهاجم اللعيبه واللعيبه بتتدمر. يا جماعه كبروا دماغكم، فرصه وعدت.